الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما شئت من شيء بعد، الحمد لله حمدا لا يحصى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيفكم وش أخباركم؟ إن شاء الله أنكم كلكم طيبين وبأحسن حال. لا تنسون الاشتراك واللايك عشان نوصل 5000 بإذن الله مع بعض، وتكبر قناتي بوجودكم وتنوروني. المهم رحت أخذت لي بصراحة شوية خرابيط، كان أبغى يعني الخبز هذا عشان إذا كنت جوعانة أخذ منه، وأخذت هذا الكيك، أخذت لي برضو هذا يعني شوية خرابيط. هذا طبعا بسوي لي بطاطس بالجبنة، فأخذت هذا الجبنة عشان أسوي لي. أخذت برضو معاها هذه الشطة، من زمان طبعا عنها ما قد يعني جبتها، تقريبا يمكن آخر شي شهر 8 اشتريت منها. رمضان ما أخذت، بس الحين أخذت واحد فأبغاه يعني مع البطاطس. بسوي لنا اليوم الغدا بطاطس مشوي، وبسوي معاه مكرونة بالجبنة. بشوف إذا مداني أصورها لكم صورتها. تمام. المهم جهزت عندي هنا الأشياء اللي قلت لكم بسوي لي فيها البطاطس حق اليوم. تمام. جبت البطاطس عادية، أهم شيء تكون يعني حبتها شوية كبيرة عشان يعني تقدري تحطينها، ويعني لما تيجي انت تفتحينها زي كذا تكون كبيرة. تمام. تحطين اللي هي هذه القسطيرة كذا على جنب. تمام. ونجيب ورق الزبدة. طبعا انا دائما اسويها، بس جت لي فترة والله ما عاد يعني صرت اسويها، يعني ما ادري هو هالانقطاع ما ادري ايش قصتي. المهم انه بعدت عنها شويه يعني، بس حاليا اليوم جاء خاطري فيها، بما انه قلت يعني محتار ايش اصلا اسوي الغداء، و يعني ابغى شيء كذا خفيف، ما ابغى شيء ثقيل، وخاطر اصلا انا في البطاطس يعني، فقلت خلاص اسويها. فاسويها وبسوي معاها مكرونه عاديه، بس اللهم بحط معاها جبنه يعني، مكرونه وكذا وبحط معاها جبنه. خلاص حطيت الورقة وحطيت القصدير، وابتدي كذا افزقها حاجة بسيطة. طبعا انتبهوا على يدينكم، لحد يسوي مثلي وهو مستعجل وبعدين يعني تنقطع يده ولا شيء لا سمح الله. بشويش بسم الله الين تخلصين، يعني كذا اقل شيء كذا مكان يعني. خلاص اذا خلصتي زي كذا خليها بس دقيقة على اذنكم، ثواني احط قهوتي، لانه سويت لي، مو قلت لكم رحت واشتريت الكاكاو زي كذا. بسم الله. فاخذته وحاليا ابغى اسوي لي قهوه، لانه ابغى اشرب من الصباح. صاحيه والله اليوم ما شاء الله، صحيت بدري، باركولي الحمد لله. صحيت تقريبا الساعه 8 وقمت على طول وجهزت زي كذا وسويت فطور وحركات للوضع. تمام. حاليا يعني صح اني قمت وانا سكرانه نوم ما فيني، بس الحمد لله يعني كويس اني انا صحيت، وان شاء الله بصير كل يوم يعني اقدر زي هذا الوقت اقوم. المهم خليت القهوه شويه تغلي، وهنا بعدين تجيبين عندك زيت زيتون. تمام. حطي عندك عليها فلفل اسود. تمام. عندك الكمون. انا عندي هذه الاشياء بالذات الكمون والفلفل الاسود اهم شيء، ما استغني فيها، سواء في الرز، في السلطه، في الادام، في كل شيء، في كل شيء انا احط فلفل اسود وكمون. يعني احس هذه البهارات بالنسبه لي خلاص يعني تكفي عن الباقي. وهنا بحط شويه بهارات العيدان، ما راح اكثر، شوفوا شويه بس عشان يعني تعطيها نكهه. وراح احط اللي هو معزز النكهه او ماجي. تمام. واحط عليها بعد بابريكا حاره، اذا ما تبغين بابريكا حاره حطي البابريكا العاديه يعني. خلاص
كذا اسوي لها احلى مساج. بس خلوني اجيب القفازات. لا اله الا الله محمد رسول الله، عشان اقدر يعني احط عليها واسوي لها. شوفوا حاليا خلاص سويتها زي كذا، بس لانه ما راح يعني البس القفازات وبرجع يعني اقص ورق وزي كذا. خلوني اخلص منها كامله، واخر واحده ارجع معاكم اسوي نفس هذه الخطوات. تمام، عشان ما يعني البس القفازات وبعدين ارجع افسخها وزي كذا. فاستنوني ثواني. المهم شوفوا خلاص خلصتها، باقي لي بس الملح، بحط رشه خفيفه. تمام كده خلاص انا خلصتها، حطيتها الثلاث عشان اقدر البس القفازات وعلى طول اسويها وادخلها القلايه. طبعا اللي ما عندها قلايه هوائيه عادي تقدر تستخدم الفرن العادي، يعني حطيها بصينيه ودخليها الفرن، خليها تقريبا كذا ساعه تستوي وطلعيها وحطي فيها اللي انت تبغيه. انا عن نفسي احط فيها بصل اخضر، احط فيها بصل عادي، احط اقطع فيها طماطم، احط ذرة، واحط اذا مثلا عندي فاصوليا حمراء، عندي اشياء زي كذا عادي، احط كل شيء عندك وطعمه تحسينه يعني حلو وانت تحبين تاكلينه يعني حطي. تمام، اي شيء عندك تبغينه حطي. تبغين تحطين معاها ذرة، تبغين تحطين معاها مثلا ايش يا ربي بعد، بصل اخضر قلت لكم، كراث، اي شيء افتحيها حطي معاها برضو جبنه، شطه، كاتشب، والاشياء زي كذا، حطي فيها اللي انت تبغين ودك اياه. طبعا هذا المساج لازم عشان تصير كلها تاخذ نفس النكهه. تحطين فيها زيت زيتون وسويها. ما قد جربت للامانه يعني زيت عادي، ما ادري والله اذا تضبط او لا، ما ادري، ما قد جربت يعني، بس اتوقع انها راح تصير يعني تمام. والفتحات اللي سويتها عشان الزيت يدخل داخل وتستوي برضو بسرعة، وفي نفس الوقت النكهة برضو تدخل، يعني يساعدها على انها تستوي، ما يخليها تاخذ وقت اطول لانها تكون مسكرة، عارفين. فخلاص كذا انا اكون كملت كلها الثلاث. راح اشيل القفازات وراح اغلفها. شوفوا خلاص كذا صارت عندي جاهزة، اغلفها. هذه اول وحدة، انا سويت ثلاث. تمام، على انه المفروض اسوي بس ثنتين، بس قلت يعني اذا يبغى ياكل وحده ثانيه او شيء خلاص تكون عندي في وحده احتياط، ولا عادي هو اساسا يعني كل واحد يعني كل شخص تكفيه حبه بما انها ما شاء الله كبيره يعني. شوفوا خلاص غلفتها صارت زي كذا. وهذه اخر وحده، لا اله الا انت. طبعا ورق الزبده يساعدها على انه تكون يعني طريه ما تنشف، ومع الزيت وزي كذا عشان يمديها تستوي احسن. تمام، راح اخذها حاليا على القلاية. شوفوا حطيتها هنا، هذه اخر وحدة. تمام، حطيها عادي بالشكل اللي ودك. خلاص هي اساسا مغلفة، راح تستوي يعني فيها. تمام، بسم الله الرحمن. تمام كذا خلاص، راح اضغط على زر التشغيل واحط اول وحدة. اتوقع لحظة، ايوه هذه البطاطس راح ازود 200 وراح اخليها 60 دقيقة، يعني تقريبا ساعة. تمام، شغلها خلاص كذا، اخليها الين اخلص وارجع لها.
المهم هنا طبعا جهزت الأشياء اللي أنا راح أحطها. حطيت عندي فاصوليا حمراء، يعني قعدت أدور في الدولاب للأمانة أشوف إيش اللي أصلا موجود عندي وأنا راح أحط يعني منه. فحصلت عندي فاصوليا حمراء، وعندي برضو الذرة، وقطعت لي طماطم، وبرضو حطيت البصل الأخضر. يعني هذا اللي كان أبغى أحطها وخلاص، يعني اكتفيت فيها. وراح أحط الجبنة، وأحط فلفل أسود وشوية كمون وملح، وأنا راح أحط شطة والكاتشب، والثانية يعني الشطة الثانية بشوف إذا هو يعني يبغى يحط منها يحط براحته، بس أنا ما راح يعني أضيف منها زيادة. تمام. المهم زي ما قلت لكم على أساس إنه بيكون أكلنا، يعني بسوي اللي هو هذا البطاطس والمكرونة الجبن، بس مع الأسف يوم جاء قال ما وده في المكرونة، خلاص يعني بيكتفي في البطاطس، وحاب إني آكل البرجر. فقلت تمام مو مشكلة، خلاص إنه يعني نشتري البرجر زي كذا ونكمل عليه بالبطاطس، يعني أحسن من إنه نروح تشتري بطاطس من برا وأنا يعني خلاص مسوية في البيت، فحرام يعني بتنرمي وما حد راح ياكلها يعني. فقال خلاص. فطلعنا كده طلعة سريعة، أخذنا البرجر وكل شيء ورجعنا على طول. جهزت البطاطس، أنا طبعا هذه مجهزاها من أول، من قبل لا أطلع. زي ما قلت لكم عشان وقت ما يرجع خلاص أسوي المكرونة تكون يعني جاهزة. وحتى المكرونة يعني أنا سلقتها بس على أساس إنه يعني بعدين يعني بس أضيف عليها الأشياء وكذا، بس خلاص أصفيتها وحطيتها في حافظة، حطيتها في الثلاجة، راح ناكلها اليوم الثاني عادي. يعني أسوي عليها كشنة كذا طماطم أو شي زي كذا وتنأكل، يعني ما راح تنرمي. بس البطاطس إذا جلست يعني في الثلاجة وكذا يعني أحس مو تمام، خاصة أنها ثلاث يعني مو واحدة. بس يعني مثلا لو واحدة وحطيتها على جنب وحطيت معاها أشياء ثانية عادي. والحمد لله صحيت اليوم الثاني والله ما رميتها، أكلت البطاطس وحطيت لي عليه شوية خرابيط زي هذه، والمكرونة سويتها مع الغدا، يعني سويت عليها إضافة اللي هو سويت لنا دجاج، وأتذكر يا ربي إيش لا إله إلا الله، أيوة أخذنا خبز برجر وزي كذا، وسويت بطاطس مقلي عادي. المهم يعني خرابيط وأكلناها والحمد لله على النعمة. فهذه طلعت بطاطستي الجميلة، ومعها زي ما قلت لكم البرجر، والحمد لله على النعمة، والحمد لله على كل حال. جربوها راح تحبونها كثير، وراح تصيرون تسوونها دايما زي ما أنا يعني أسويها، لأنه يعني ما فيها خرابيط، ما فيها زيت، وفيها فوايد يعني اللي هو الخضار والأشياء هذه، فلذيذة حلوة. حتى اللي يسووا مثلا دايت وأشياء يعني يحطون معاها هذه الأشياء حلوة، ما هي شينة يعني. وبس والله أهم شيء زي ما قلت لكم لا تنسون الاشتراك واللايك، وأشكركم من أعماق قلبي على العدد اللي وصلنا له حاليا. بصراحة كل ما يجيلكم قاعدين تزيدون تكبر قناتي بوجودكم، أسعدتوني، حياكم الله، نورتوني. وشكرا برضو لقناة غيم ما قصرت، يعطيها العافية والله. وإن شاء الله يا رب نوصل مع بعض أكثر 5000 مشترك، ونكون مع بعض، وتعطوني الأفكار، تعطوني الآراء، تعطوني التعليقات اللي الحلوة اللي زي ما تكتبونها لي ما شاء الله، سواء كان يعني فيها نصيحة أو شيء زي كذا، أنا كلها أتقبلها وأرد عليكم، وأقول لكم إذا كان يعني الشيء فيه صح أو غلط، أو أنتوا برضو تعلموني الصح من الغلط وزي كذا. وبس والله إلى هنا وصلنا لنهاية المقطع، استودعكم ربي، أشوفكم بيوم جديد، وأقول لكم مع السلامة.